شوف أخلاق النبي وأهل بيته، وشوف أخلاق بني أمية. هناك مواقف تبين خسة ودناءة الأشخاص ما يحتاج الشخص يتوقف بيهم. راح أذكر لكم أحد هذه المواقف والأحداث كثيرة. على سبيل المثال موقف منع الماء. لا تتصورون هذا الموقف جاء من جيش يزيد بدون سوابق سابقة، لا، هذه الحيل الغدارة توارثوها بني أمية فيما بينهم، وهذه من صفات أهل الفسق والفجور، بأنهم يمنعون الماء عن خصومهم. نفس هاي الصفة موجودة عند معاوية عندما قام بمنع ماء الفرات على جيش الإمام علي بصفين، وهذه الحادثة نقلها ابن الأثير في الكامل بالتاريخ، ونقلت بمصادر أخرى راح أذكر لكم إياها أسفل الشاشة. بينما نرى أن الإمام علي عليه السلام لما استولى على الفرات لم يمنع جيش معاوية من الماء كما فعل معاوية. شوف الفرق، أخلاق أهل البيت وين وأخلاق هؤلاء وين. يعني بالقليل اكو شيء اسمه مروءة وشهامة، وهذه ما كان يتصف فيها لا أبو سفيان من حارب النبي، ولا معاوية مع الإمام علي، ولا يزيد مع الحسين. عندما استولى النبي على الماء كذلك ما منع جيش أبو سفيان من الشرب، لأنه من المشتركات التي أباحها الله للناس أجمعين، بخلاف ما قيل عنه بأن النبي منع الماء عن أعدائه. هذا أصلا لا يناسب أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله. الصحيح أنه لم يمنع المشركين من الماء، وهذا ذكر بمصادر منها ما ذكره ابن إسحاق وابن الأثير من أن المشركين وردوا الحوض فأمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بعدم اعتراضهم. ونفس هاي الحادثة حصلت بعهد الإمام الحسين بعد ما جيش الإمام الحسين التقى بجيش الحر، لم يمنع سبط النبي جيش الحر من الماء بالرغم من أن هؤلاء أعداء، وهذه أخلاق الإسلام. ولكن لما جاءت إمدادات جيش يزيد من الشام قاموا باحتلال الفرات ومنعوا ابن بنت النبي من الماء. خسة ودناءة وقلة مروءة تصفوا بها هؤلاء.